صحيت النهارده عايزة أعمل فيديو عن المذاكرة، ودي حاجة غريبة جدًا لإن أولًا ده مش محتوايا، وثانيًا الفيديو موجه بالأساس للشباب الصغيرين اللي هم دول مش بيتابعوني أصلًا، بس إن شاء الله مامتكم وباباكم يشوفوا الفيديو ده ويبقوا يفرجوكوا عليه. بس مبدئيًا أنا اسمي هبة عادل ويالّا نخش في الموضوع. بقى لنا فترة كده داخلين يمكن على 10 سنين في نغمة كده اللي هي هو إيه لازمة التعليم؟ والتعليم ده بقى اختراع عقيم، وهُم اللي اتعلموا عملوا إيه؟ أنا عايزة أقول لكم إنه أنا من الجيل اللي اتربى ومؤمن جدًا بإنه السبيل الوحيد للترقي الاجتماعي والمادي هو التعليم الحقيقة. وبالمناسبة أنا مش مع خالص إنه التعليم ده يعني رسالة بقى ونبقى طبيب الغلابة ونشتغل من غير فلوس، لأ خالص بالعكس. ولا مع النغمة بتاعة إن مش كل حاجة الفلوس ومش لازم نفكّر في الفلوس، لأ نفكّر في الفلوس، ونبقى عايزين يبقى عندنا فلوس، ونبقى عايزين نبقى في مكانة مادية واجتماعية أعلى. بس زي ما باقول لكم الجيل بتاعي اتعلم إن الطريق للهدف ده هو التعليم. وناس كتير أوي بتتكلم عن إنه يعني هو التعليم ده بقى إيه لازمته، وأنا ليه باحفظ الحاجات دي، وهو أنا ليه باذاكر الحاجات دي، وهي الحاجات دي هتفيدني في إيه، ودلوقتي بقى في ChatGPT ممكن أسأله على كل حاجة. الحقيقة إنه التعليم نوعين، في تعليم عام اللي هو ده إحنا بنتعلمه في المدارس، كل الأطفال بيتعلموا نفس التعليم، وفي بقى التعليم المتخصص بعد كده اللي هو أنا هادخل الكلية وأبقى دكتور، أبقى مهندس، أبقى graphic designer، أبقى content creator، أبقى أي حاجة أنا عايزها. التعليم الأساسي الأول اللي في المدرسة ده أنا من وجهة نظري هو ليه أهمية مهمة جدًا، إن هو بيعلمنا مهارة المذاكرة. يعني إيه مهارة المذاكرة؟ يعني هو حتى إذا افترضنا وده مش حقيقي، إن المناهج اللي أنت بتتعلمها دي ما بتفيدكش ولا حاجة في حياتك، هي علمتك مهارة إنك تقعد ساعتين 3 بتعمل حاجة أنت ما بتحبهاش أو دمها مش أخف حاجة. طب هي المهارة دي مهمة في إيه؟ أُمّال أنت هتشتغل إزاي حضرتك بعد كده؟ هو تفتكر إحنا بنروح الشغل يعني في منتهى السعادة؟ بس إحنا اتعلمنا هذه المهارة، اتعلمنا إنه أنا مش دايمًا في الحياة هابقى باعمل بس اللي عاجبني. تخيل لو كل واحد فينا ما بيعملش غير الحاجات اللي عاجباه، لكن أي حاجة من مسؤولياتي دمها مش خفيف أنا بانقي بقى، هتبقى الحياة عاملة إزاي؟ واحدة تانية من المهارات المهمة جدًا اللي إحنا اتعلمناها بسبب المذاكرة، والمهارة دي على فكرة في طريقها إلى إنها تختفي كبار وصغيرين، هي مهارة التركيز. إنك تقعد 45 دقيقة والّا ساعة بتسمع topic واحد ومركّز فيه، ماشي بتسلسل معيّن وأنت مركّز فيه. طيب إيه اللي بيضيّع المهارة دي النهارده؟ الreels، الscrolling. إحنا مع الوقت هيبقى مُخّنا، يعني دلوقتي مُخّنا ما بيقدرش يركّز أكتر من 3، 4 دقايق متواصلين، ومع الوقت مُخّنا هيتبرمج إنه ما يركّزش أكتر من 30 ثانية وشكرًا. فالمذاكرة يعني غير إن هي بتعلّم، يعني أنا ما أقدرش أقول إن أنا الحاجات اللي خدتها في المدرسة ما نفعتنيش، أيوه يمكن أنا النهارده ما باستعملش في شغلي المعلومات اللي أنا اتعلمتها في الجغرافيا، بس على الأقل أنا اتعلمت في الجغرافيا حاجات عن بلدي، مش لازم كل معلومة باتعلمها أكون هاستعملها في شغلي. مادة الرياضيات اللي النهارده كل الناس تقول لك إيه، ما أنا عندي calculator بضغطة زرار يطلّع لي كل حاجة، أيوه بس مادة الرياضيات دي ده أحسن gym للمخ، ده أكتر حاجة بتشغّل المخ وتنشّط المخ. النهارده الناس الكبار في السن اللي مش عايزين الذاكرة تتأثّر والتركيز يتأثّر بيعملوا إيه، بيلعبوا سودوكو. أنا باشغّل المخ. النقطة التانية بقى، هو بجد في طريقة إن أنا أكبر ويبقى معايا فلوس ومن غير التعليم، يعني طريقة تانية غير التعليم. زي ما باقول لكم كده، أنا الجيل اللي اتربى على إنه التعليم هو الطريق الوحيد، وأنا النهارده مثلًا بالمناسبة برضه أنا عندي 40 سنة، فأنا الجيل تقدروا تعتبروا اللي في النُص بينكم وبين باباكم ومامتكم. وبما إن إحنا متبرمجين إن إحنا نسمع النصيحة من أي حد غير بابا وماما، فقُلت أنا آجي أدّيها لكم يعني. المهم، الجيل بتاعنا إحنا كان يعني الجيل بتاع بابايا ومامتي الأول أو باباكم ومامتكم كانوا الجيل اللي لازم يتعلموا حاجات معيّنة عشان يطلعوا يشتغلوا وظايف محددة، لازم يبقى دكتور، لازم يبقى مهندس، لازم يبقى محاسب، لازم يشتغل في بنك، يعني وظيفة كان الجيل اللي أكبر منهم يفهموها. جه بقى الجيل بتاعنا ابتدى يعني يدخّل شغلانات تانية جديدة، اللي هو أنا عايز أبقى graphic designer، أنا عايز أبقى باعمل voice over، يعني حاجات كانت جديدة. أنتم بقى الجيل بتاعكم محظوظ جدًا، لإن أنتم عندكم اختيارات بقى مهولة.
بس برضه يعني عايزة أشتغل content creator، أنتم جيل أقوى مننا وأنتم بتعرفوا تفرضوا رأيكم. ما أعتقدش إن النهاردة ممكن أب أو أم يرفضوا إن ابنهم مثلا يبقى content creator عشان هم مش فاهمين إيه الشغلانة دي. بينما إحنا على أيامنا كان في شباب بيتحرم من إنه يدخل كلية فنون جميلة علشان الأب أو الأم مش موافقين إن الولد يخش يشخبط لحد تعبيرهم. وكان بيتقال لا، يعني الرسم والفن والكلام ده هواية مش وظيفة. بس خلي بالك، أنا قلت content creator يعني صانع محتوى. إني أفتح لايفات بالعشر ساعات وال12 ساعة في اليوم ده مش صناعة محتوى. صناعة المحتوى اللي أنا بتكلم عنها هي إني أديليفر قيمة، حتى لو كانت القيمة دي اني بعمل محتوى ترفيهي، بس لازم يكون ليه قيمة. هتقولي اه بس على فكرة اللي بيفتحوا لايفات دول بيكسبوا آلاف كل يوم، دول بيبقوا أغنياء وبيركبوا عربيات ومش عارف بيروحوا يسكنوا فين وبيتنقلوا نقلة تانية خالص. طيب أقول لك مين أغنى منهم؟ تاجر المخدرات أغنى منهم. فهو برضو الموضوع مش بس فلوس، في فلوس وفي قيمة. أنا بتكلم لأن دايما المذاكرة والعمل معرفش ليه بقوا مقترنين بإننا ما يبقاش معانا فلوس أو نبقى فقراء أو نبقى عايشين على قدنا. فأنا ضد الفكر ده. لكن إذا كنت عايز يبقى معايا فلوس، هو مفيش طريق غير التعليم الحقيقة. أنا مثلا النهاردة أنا موظفة، بس أنا باخد مرتب معين، بس أنا عايزة أكسب أكتر من كده. فإيه الحل؟ إن أنا أرجع الجامعة تاني وأذاكر تاني علشان أشتغل شغلانة بتكسب فلوس أكتر. فلو هنتكلم على وظايف يعني تدخل دخل محترم، ايا كانت الوظيفه دي بقى هي ايه، زي ما بقول لك كده مش لازم محاسب ومحامي ودكتور وهم دول بس، لا النهارده بقى في حاجات كتير جدا. والتقدم التكنولوجي اللي احنا بقينا فيه خلق وظائف جديدة ما كانتش أصلا موجودة. لكن مش هتلاقي أي حاجة من دول ينفع توصل لها غير عن طريق المذاكرة برضو. كل الحاجات اللي بتوهمك انه ساب مدرسته ورمى كراسته وهتعمل فلوس وهتبقى غني ومش عارف ايه وتعالى خد كورس في التداول، الكورسات دي الوحيد اللي بيعمل فلوس منها تعالى اعلمك ازاي تبقى مليونير من التداول، تعالى اعلمك ازاي تبقى مليونير من المش عارف ايه في البورصة. كل الكورسات دي الوحيد اللي بيعمل منها فلوس هو اللي بيبيع الكورس. وهو بالمناسبة بيبيع الكورس ده عشان هو اتعلم ازاي يعمل منتج ويبيعه. حاجة تانية بمناسبة المذاكرة ومناسبة ان احنا بنسمعش كلام اهلنا، من الحاجات اللي الاهل بيقولوها لاولادهم تشجيعا على المذاكره انه يعني قدر قيمه ان انت توفرت لك فرصه تعليم، وانه في ناس تانية مش لاقيه فرصه التعليم دي. بس انا عايزه اكد لكم انه هذا الكلام حقيقي، وان الناس اللي مش متعلمه دول عارفين قيمه التعليم اكتر مننا احنا بكتير. احنا طلعنا كلنا لقينا نفسنا ايه يعني احنا نروح المدرسه، مفيش حد فينا غالبا كان بيعاني عشان تتوفر له فرصة انه يدخل مدرسة او خلص ثانوي وتقال له احنا ما نقدرش على مصاريف الجامعة. على فكرة انا عايشة في كندا، انا مش عايشة في مصر. هنا في شباب كتير جدا 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 الاهل ما بيقدروش على تكلفة التعليم الجامعي، فبيبقى الطالب بياخد قرض وبيشتغل وبيذاكر. وغالبا مثلا لو الدراسة مدتها 4 سنين هو ما بياخدهمش في 4 سنين، بياخدهم في 5 مثلا، لأن هو مش قادر ياخد كل الكورسز اللي لازم ياخدها في المدة المعينة لأنه بيشتغل. فهو في ناس على فكرة بتوعيني عشان تتعلم. بس ده مش موضوعنا. احنا موضوعنا الأساسي ان انا جاية اقول لك النهاردة انت من حقك تشتغل اي حاجة انت نفسك فيها، حتى لو كان اللي حواليك مش فاهمينها، حتى لو كانت حاجة جديدة، حتى لو اي حاجة. بس صدقني صدقني، الحاجة اللي انت بتحلم تشتغلها دي ملهاش طريق غير المذاكرة. والمذاكرة دي عشان نوصل لها، ما هو للأسف هم لسه ما اخترعوش حاجة النهاردة تدخلني الجامعة من غير ما أكون رحت المدرسة. فحتى لو انت شايف ان الوظيفة اللي انت عايز تشتغلها دي انت مش هتستعمل فيها التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، بس للأسف ده الطريق اللي انت لازم تمشيه علشان توصل انك تذاكر الحاجة اللي انت بتحبها. وانت ماشي الطريق ده هتتعلم حاجات كتير جدا هتنفعك في حياتك. مش لازم تكون الجغرافيا هي اللي هتنفعك في شغلك، لكن مذاكرتك للجغرافيا هي اللي هتعلمك بعد كده وانت بتشتغل تقعد مع كلاينت انت مش طايقه بس تسمعه بمنتهى الاهتمام لان ده من شغلك.
آخر حاجة بقى، الذكاء الاصطناعي هياخد مكان البني آدم، الذكاء الاصطناعي هيعمل كل حاجة بدلنا، الذكاء الاصطناعي أداة. إحنا على أيامنا لأ، يعني قبل أيامنا بشوية كان المهندس بيقعد يرسم الرسمة بإيده، وبعدين طلع اختراع اسمه الأوتوكاد. هل المهندسين قعدوا في البيت؟ هو الأوتوكاد أداة في إيد المهندس، بدل ما كان المهندس يقعد يرسم بالورقة والقلم بقى بيرسم بالكمبيوتر. وبقى المهندس اللي بيعرف يستعمل الاوتوكاد بيكسب اضعاف المهندس اللي ما بيعرفش يستعمل الاوتوكاد. لكن الاوتوكاد ما يقدرش يرسم لوحده من غير المهندس، والمهندسين ما بطلوش يشتغلوا، والاوتوكاد ما اخدش مكان المهندس. الاوتوكاد سهل شغل المهندس، والاي اي هيبقى كده بالظبط. اذا كان في احتمالية ان يجي يوم يعني ويبقى الذكاء الاصطناعي بجد مكان الانسان، فده مش النهارده ولا بكره. ومش بس كده، اذا كان في وظايف الاي اي هيلغيها، في وظايف اكتر بكتير الاي اي هيخلقها. انت هتستعمل الاي اي علشان تعمل وظايف جديده ما كانتش موجوده قبل كده، وده بقى عايز تعليم للصبح. فعشان توصل لده لازم تكون الاول اتعلمت مهاره اسمها اقعد اذاكر. روحوا ذاكروا، ربنا معاكم، باي باي.